اعمل فيه مقارنه. قال لي مقارنه ما بين اضلاع تحولها لزوايا، ولو كانت الزوايا تحولها لاضلاع. يا مستر اي مثلث تلاقيه مديك فيه اضلاع تحول المقارنه دي لايه؟ زوايا. لو مديك زوايا تديله ايه؟ اضلاع. زي ما اتفقنا يا مستر، يديك عين قد بعض تديله زاويتين قد بعض، يديك زاويتين قد بعض تديله ضلعين قد بعض، يديك 3 اضلاع قد بعض تديله 3 زوايا قد بعض، يديك 3 زوايا قد بعض تديله 3 اضلاع قد بعض، يديك اضلاع مختلفه تديله زوايا مختلفه، وترتبهم يا تصاعدي يا تنازلي. يديك زوايا مختلفه تديله اضلاع مختلفه يا تصاعدي يا تنازلي. وزي ما اتفقنا يا مستر ان انا لو عندي اي مثلث اسمه س ص ع يبقى الزوايا بتاعتي س ص ع دول تبقى الزوايا. جوزهم عشان تطلع الاضلاع. س تبقى متجوزه ص ع، ص يبقى متجوز س ع، ع يبقى متجوزه س ص. انا يا مستر يديني الزوايا اديله الاضلاع، يديني الاضلاع اديله الزوايا. تعالى يا مستر ندور، تعالى ندور على الحاجات اللي هنا. في حاجه من دول موجوده هنا. بص تعالى الاول يا مستر، في عندك علامه زاويه قائمه لا سمح الله؟ لا. طب في عندي علامات زي بعض؟ تقول لا. طب يا مستر في عندي خط مستقيم نص لفه؟ لا. طب في عندي علامه اكس؟ لا. طب في كرسي زوايا؟ لا. طب في اسهم توازي؟ لا. طب في اضلاع مثلث مقارنات؟ عندك كم مثلث؟ مثلثين. امسك لي مثلث. تعالى يا مستر هنمسك المثلث ده وده ا ب ج. تعالى يا مستر قول لي امسك لي المثلث ا ب ج. يلا هتقول لي المثلث ا ب ج. حلو. بالظبط اي مثلث تعمل لي فيه مقارنات تشوف لي نوعه ايه. المثلث ده ا ب ج نوعه ايه؟ متساوي الساقين. عرفت منين يا مستر؟ عشان في علامتين زي بعض. مستر ده عليه شرطه وده عليه شرطه، صح كده؟ يبقى هتقول لي المثلث ا ب ج متساوي الساقين. عرفت منين؟ عشان في علامتين زي ايه؟ زي بعض. مين اللي فيه علامتين؟ ا ب اهو عليه علامه، وجيم ب عليه علامه. حلو. يبقى هو اداك اضلاع ولا زوايا؟ اضلاع. يبقى انا ارد عليه بايه؟ زوايا. يلا ا ب يبقى متجوز ج، وجيم ب يبقى متجوز ا. حلو. روح حضرتك على الرسمه. فين زاويه ج؟ اهي. فين زاويه ا؟ اهي. اديتهم علامات زي بعض ليه يا مستر؟ عشان هما بيساووا ايه؟ بيساووا بعض. طب يا مستر انت عارف دي بكام؟ مكتوب فيها رقم؟ لا. طب انت عارف دي بكام؟ لا. يا مستر لو كان مكتوب هنا رقم كنت اديتي نفس الرقم. طب لا دي فيها ولا دي فيها، بس دي اللي فيها كام؟ 40. من الكام؟ من ال 180. يبقى ال 180 دي خدت منهم 40، يبقى فاضل في ايدي 140 بتوع الزاويتين اللي قد بعض. يبقى اقسمهم على الاثنين، يبقى كل واحده فيهم بكام؟ 70. يبقى انا عرفت ان دي 70 ودي 70. يبقى هقول له قياس زاويه ج بتساوي 70 وقياس زاويه ا بتساوي 70. صعبه يا مستر اللعبه دي؟ يبقى انا مستر على طول كده لقيت المثلث ده متساوي الساقين. قلت له بس عرفت منين؟ عشان الدحيح دلوقتي عليهم علامات زي بعض. قلت له بس ما دام اديتني اضلاع اديك زوايا، اديتني ضلعين قد بعض اديك زاويتين قد بعض. ا ب متجوز ج وا ب ج متجوز ا. طب يا مستر يبقى ج والف قد بعض، بس انا ولا عارف ج ولا عارف ا، بس عارف الكارته بتاعتهم اللي هي ب واخده الباقي
والمثلث كله 180. طب انت خدت 40 يبقى فاضل في ايدي 140 بتوع الزاويتين اللي قد بعض يبقى كل واحده فيهم 70. خلصنا المثلث ده خش على المثلث الثاني. يلا يا مستر المثلث الثاني اسمه ألف ج د. يبقى اقول له في المثلث ألف ج د. الراجل الطيب ده قال لي المثلث ده متساوي الأضلاع. حلو. قول يا مستر هو متساوي الأضلاع عرفت منين؟ عشان في 3 علامات زي بعض شرطتين شرطتين شرطتين. اقول له يبقى ألف د قد ألف ج قد ج د. يبقى ده قد ده قد ده. عشان كده عرفت ان هو متساوي ايه؟ الأضلاع. هو اداني أضلاع ولا زوايا؟ أضلاع. يبقى انا ارد عليه ايه؟ بزوايا. حلو. ألف د يبقى متجوز ج وألف ج يبقى متجوز د وج د يبقى متجوز ألف. الله يبقى ج قد د قد ألف. طب وكله 180 على 3 يبقى 60 60 60. يبقى هقول له 180 على 3 يبقى كل واحده فيهم بكام؟ ب 60. تمام؟ تمام. الله خلصنا مستر المقارنه هنا وخلصنا المقارنه هنا. انت عايز ايه؟ قال لي تعالى بص كده في السؤال بيقول لي عايز قياس ب ألف د. ب ألف د كده قال لي الاسم الثلاثي. احنا عارفين ان الاسم الثلاثي يبقى هو عايز انهي زاويه؟ اللي فين؟ اللي في النص. ها؟ لما يقول الاسم الثلاثي يبقى هو عايز اللي في النص. بس اشوف هو عايز مين؟ ب ألف د. مستر عايز دي بس عايز اللي في النص. موجود فيها كام؟ قلت له موجود فيها 60 و70 يبقى اقول له 60 و70 بيساوي 130 درجة. شكرا. في أي مشكلة الكلام ده؟ ها؟ لا. معايا يا مستر؟ مفهومة؟ يبقى دي مسألة مستر وفي منتهى التفاهة. أنا مستر ما عنديش أي مشكلة. أنا الاقي مقارنة أي مثلث على طول شوف المثلث ده نوعه إيه؟ شوف المقارنة اللي هو مديها لك. اديك أضلاع اديله زوايا، مديك زوايا اديله أضلاع. وزي ما هو عامل في الأضلاع تعمل في الزوايا. خلاص؟ ماشي؟ مفهومة؟ خدنا المسألة دي؟ خش على اللي بعده. يلا نشوف المسألة اللي وراها.